تعرف ان انت ممكن يكون عندك فوبيا وانت مش عارف، او عارف بس انت مش قادر تحدد بالظبط هو ايه اللي عندك ده؟ بص كده معايا على الصور دي اللي هتظهر قدامك على الشاشة دلوقتي وقول لي حاسس بايه. هل انت مرتاح ومفيش اي حاجة، ولا متوتر وقلقان، ولا خايف، ولا عندك احساس بالقرف مثلا؟ طب هل فكرت انك تقفل الفيديو او حتى انك تبعد وشك عن الشاشة خالص؟ ايا كانت اجابتك هنشوف الحوار ده مع بعض دلوقتي. مرض فوبيا الثقوب او التريبوفوبيا، او حتى كان مكتوب في بعض المصادر باسم رهاب النخاريب. المهم يعني ان هو حالة القلق او الاشمئزاز اللي بتيجي للشخص لما يشوف صور فيها ثقوب او فتحات صغيرة زي اللي اتعرضت في اول الفيديو دي، زي خلية نحل مثلا او جزء من اجزاء جسم الانسان، ايد او رجل او اي شكل عموما فيه النمط بتاع الدوائر ده. وخليني اقول لك انه اسمه فوبيا الثقوب، لكن الجمعية الامريكية للطب النفسي مش بتعترف بوجود حاجة زي كده من الاساس، لانهم بيقولوا ان كلمة فوبيا دي عشان تتقال على حاجة لازم تكون حالة خوف او رعب من حاجة معينة، زي مثلا فوبيا المرتفعات او فوبيا الاماكن الضيقة او حتى فوبيا الخوف من الحشرات مثلا. انما بقى فوبيا الثقوب هي ما بتبقاش خوف بمعنى الخوف نفسه، لكن بتبقى مثلا حالة من التوتر او عدم الارتياح، او ممكن الاشمئزاز بس من شكل الصور دي، مش اكتر ولا اقل. وكمان هو ما يعتبرش مرض نفسي او فوبيا، لان العلاج منه اسهل من العلاج من انواع الفوبيا التانية اللي لسه قايلين عليها. وكمان العلاج منه ممكن يكون اسهل بكتير من مثلا محاولة تبطيل العادات اللي الواحد ممكن يكون مدمن عليها، زي مثلا عادة قطم الضوافر. ده غير انه كمان ما بيأثرش على الحياة اليومية للمصاب زي ما انواع الفوبيا التانية بتعمل، وبتمنع المصاب بيها ان هو يعمل حاجات عادية جدا كل الناس بتعملها بدون خوف، بس هو ما بيعرفش يعملها بسبب الفوبيا اللي عنده. اما بقى اسباب الاصابة بالتريبوفوبيا فمفيش تفسير واضح ومعروف ليها، لكن كلها عبارة عن اجتهادات كده من العلماء، زي ان مثلا شكل الثقوب دي بيبقى شبه جلد حيوانات مفترسة بتخوف فعلا، زي النمور او التعابين، فالمخ بشكل غير واعي كده بيخاف من اي حاجة فيها النمط ده عموما. او حتى في اللي قال ان هي عشان بتبقى شكل غريب كده وممكن يبقى داخل في بعضه وانت مش فاهم ايه ده، فبتعمل اجهاد بصري للعين كده وهي بصلها عشان تفهم ايه اللي هي شايفاه ده اصلا، فالمخ بقى ما بيحبش يتعرض لها من الاساس. وكمان هي ممكن برضو تبقى خوف مكتسب مش اكتر، يعني انت من كتر ما شفت صور بالمنظر ده او قريت كلام الناس عنها على النت، او حتى برضو سمعت عنها من صحابك، فعقلك الباطن كده منه لنفسه خلاك انت كمان يبقى عندك فوبيا الثقوب. وما اظنش بقى انك داخل الفيديو ده ولا فتحته عشان تسمع كل الكلام اللي فات ده، انت اكيد فتحت الفيديو عشان تعرف العلاج من الحالة دي بيتعمل ازاي بالظبط. فخليني اقول لك بقى انه بكل سهولة وبساطة العلاج كله هنا موجود جوه دماغك. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لما تشوف صورة زي دي تقعد تقول ان اكيد مفيش حد ايده عاملة كده في الحقيقة يعني، وان دي مجرد حاجة معمولة بفوتوشوب كده قصدا ان هي تضايقك، او مثلا هي عبارة عن عجينة متشكلة ومعمولة بشكل الثقوب دي وملزوقة على الايد بصمغ مثلا، وتفضل تتخيل كده وانت باصص لها شكل العجينة دي وهي بتدوب والشكل اللي قدامك بيتحول لسطح مستوي او لشكل الجسم او الايد الطبيعية، وانت بتتخيل كده هتبين لنفسك ان دي حاجة ملهاش اي قيمة وما تستاهلش انك تخاف منها لاي سبب من الاسباب. وبس بقى كل ما تشوف صورة من دول ومخك يقعد يلعبك ابدأ لعبه انت كمان، لحد بقى ما ينتهي من عندك اي فكرة قرف او توتر او قلق او ايا كان المسمى من اي شكل من اشكال التريبوفوبيا خالص. وبس كده دلوقتي اقدر اقول ان كل اللي كان عندي للفيديو ده خلص خلاص. يا رب اكون قدرت افيدك او اساعدك لو انت كنت محتاج المساعدة، ويا ريت بقى لو الفيديو عجبك واستفدت منه باي حاجة ما تنساش تعرفني ده من خلال ان انت تدوس لايك، ولو ما كنتش مشترك في القناة تنزل تشترك من تحت الفيديو دلوقتي. واخر حاجة هطلبها منك قبل ما امشي، لو كنت اول مرة تشوفني كده ما تنساش تخش تاخد لك لفة في باقي الفيديوهات اللي موجودة على القناة وان شاء الله هتعجبك. وبس كده، سلام.